ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده صينيه اوراق فراخ في الفرن. بنجيب 2 كيلو وراك ونقطعهم ونغسلهم كويس بالملح والليمون وننغزهم بالسكينه. بنجهز لهم بقى ربع كوبايه دبس رمان، ربع كوبايه صويا صوص، ملح، فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه توم بودره، معلقه بصل بودره، 2 بصله متقطعه شرايح، وفلفل الوان متقطع شرايح. اول حاجه هنحط الملح والفلفل الاسود والبابريكا والثوم والبصل البودره، هننزل عليهم بدبس الرمان، هننزل عليهم بالصويا صوص وشويه زيت، ونقلبهم كويس مع بعض ونتبل بيهم الفراخ. ممكن نسيب الفراخ في التتبيله دي ساعتين او 3. لازم نقلبهم كويس كده ونتبل الفراخ تحت الجلد على اللحم كده. بكون انا حاطه في الوقت دون صينيه او طاسه فيها شويه زيت تسخن، لازم تكوني منغزه الفراخ كده علشان تشرب من التتبيله دي. هنتبل كده كل الفراخ من كل الاتجاهات. بعد ما تبلت الفراخ كده كلها، هنحط الصينية على النار فيها شوية زيت، هنزل عليهم بالفراخ واحدة واحدة علشان ما تنزلش مية. بقفل المسام بتاعها وبتاخد لون. بعد ما بحط الفراخ كده في الصينية وتاخد لون، التتبيلة اللي انا تبلت بيها الفراخ بسيبها، هنزل عليها بالبصل والفلفل الالوان اللي انا قطعتهم شرايح، احطهم في التتبيلة دي. اهي التتبيله اللي انا كنت متبله بيها الفراخ، هننزل عليها بالفلفل والبصل ونقلبهم كده كويس مع بعض. وادي الفراخ لما بتاخد لون اهي. هنجيب بقى الصينيه نشيل منها الفراخ، هنحط فيها الخضار دون اللي هو البصل والفلفل الالوان والتتبيله، وهنرص عليها الفراخ وندخلها بقى الفرن. لازم يكون الفرن سخن. اهي بعد ما رصينا الفراخ بقى ندخلها الفرن. هنعمل معاها شويه رز بالشعريه او رز ابيض زي ما انت عايزه. ده شكل الفراخ بعد ما خرجت من الفرن. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.